وهيك صارت الايس كريم جاهزة. ليكم احلى القوام تاعيتها، يعني اكلة ما بخبركن قد ايه هي طيبة وكتير كتير سهلة. وهلا خاصة الصيفية بتبورد وبتنعش القلب. شو رأيكم تحضروا هيك صحن بوظة بطريقة كتير سهلة بثلاث مكونات بس بالبيت؟ خليكم تابعوا معي الفيديو للآخر لتعرفوا شو هن الثلاث مكونات اللي حطيتهم وكيف حضرناها. هذا صحن البوظة الغير شكل. اول خطوة بدي اعملها هو بدي اقطع الفريز. اول شيء اكيد بس جبته غسلته كتير كتير منيح وصفيته. هلا بدي اقطع كل حبة بحبتها تقريبا، يعني قطعة كبيرة، او مثلا هذه الحبة بقطعها قطعتين او ثلاثة. يعني هالقطعة مثلا قطعتها 4 قطع. بس خلصت قطعت هول، حطيتهم بالتابروير. بدي سكرها وبدي احطها بالفريزر. بس يتلج بدي طلعه ونكمل وصفتنا. بهالوقت شو بدي اعمل؟ بدي احضر كريمة خفق. ظرف كريمة خفق بدي احطه جات. بدي 200 ملي حليب يكون بارد. شايفين كيف صار فيه فوليوم او كثافة، يعني تكثفت الكريمة. هلا بنحطها بالبراد. اول شي بدنا نحط الفريز المثلج. بسم الله. بس خفقتهم للفريز بدي احط الكريمة. وبدي احط تقريبا 3 معالق سكر بودرة. 3 معالق او معلقتين حسب انتم شو قد ايه بتحبوا الحلل تاع الايس كريم. انا هحط معلقتين وبدوقه، اذا ناقصه سكر بعد برجع بحط بعد معلقه. اوكي. هلا بدنا نرجع نغطيها ونخفقهم. بسم الله. خفقناهم وخلصنا. مثل ما شايفين انا تركت هيك قطع فريز مش مخفوقه، ما خفقته على الاخر كرمال بس تاكلوا ايس كريم هيك يطلع لكم قطع فريز بتمكن كتير طيبه بتطلع. ما بخبركن عن جد ريحتها شو طيبه. ريحتها بتجنن. ريحه الفريز مع ريحه الكريمه واو. وبيني وبينكم دقتها انا يعني اكثر من واو. هلا بدنا ننطرها شوي لتتلج بالثلاجة لورجيكم القوام تاعيتها كيف طلعت. حبيت اعمل شغلة زيادة كمان، اني انا حقطع فريز بس قطع كتير صغيرة. هيك صارت الشكل النهائي وعلى الفريزر. بعد تقريبا ساعتين 3 طلعنا البوظة من الثلاجة اللي حضرناها.